برج الجدي الترابي، واخيرا الشمس متجهه الى بيت داعم ليك في بيتك الخامس، بيت تحقيق الامنيات. اخيرا يا برج الجدي راحه. قبل ما ابتدي كلامي، في فلوس جايه لك يا برج الجدي، في عقد عمل جاي لك، في بدايه عمل، في بدايه شغل، في فلوس جايه يا برج الجدي. حاسبوني على كلمتي يا برج الجدي لو ما دخلش فلوس خلال الفتره دي من 20/4 لحد يوم 20/5. فرصه لتحقيق مكسب مادي او فلوس او بدايه شغل جديد، بدايه حاجه جديده، عقد عمل هتمضوه، عقود، فلوس كانت ضايعه، فلوس كانت بقالها فتره مش عندكم وهتبتدوا تحصلوا عليها خلال الفتره دي. مبلغ مالي جاي لك من إرث، جاي لك من نفقة، جاي لك من حاجة هتبيعها، حاجة هتشتريها، حاجة هتحصل. معلش أنا عندي كلب، اعذروني. هو أول مرة يدخل يعني، معلش. المهم يعني إن إحنا عندنا مكسب مادي جاي لك من حاجة أنت ما كنتش متخيلها يا برج الجدي. برج الجدي أنت كمان عندك فرصة لتحقيق أمنية أو لقاء مع أشخاص متميزين جدا، ذوي علاقات مهمة، ناس مهمة في بلدك، مهمة في محيطك، مهمة في عملك، مهمين بأي صورة من الصور، في العمل، في العلاقات على العموم. انت بتحب تعمل علاقات، انت بطبعك قائد، فبتبقى موجود في مكان تلفت الأنظار كلها إليك، كاريزما عالية جدا، خصوصا مع انتقال الزهرة من برج الحمل إلى برج الثور. هتبقى كاريزماتيك وعندك كاريزما عالية وقدرة على الإقناع، زي ما أنت دايما بتعرف تتلاعب بكلامك وتقنع كل من حولك باللي أنت عايزه. برج الجدي الفرصة دي فيها، الفترة دي فيها سفر، فيها انتقال من مكان إلى مكان، تغيير بيت، تغيير سكن، تغيير سيارة، شراء حاجة جديدة، عربية، تليفون، بيت، توقيع عقد عمل، توقيع عقد بيع لحاجة أنت كنت عايز تبيعها وكانت متعطلة في البيع، توقيع عقد شراء، في حاجة حلوة هتدخل بيتك إن شاء الله بإذن الله وهتجيلك. فرصتك الكبرى لتحقيق ما تتمنى إن شاء الله بإذن الله، لحد ما المشتري يدخل إلى برج السرطان. هنا هينتقل إلى بيتك السابع، وما أدراك ما وجود المشتري في السرطان. عندي لحد يوم 20/5 فرصة حلوة ورائعة. من يوم 20/5 ليوم 1/5 ل1/6 احذر، اقعد بقى مكانك، ارجع لورا خطوتين وارجع بيهم لورا، ما تعملش أي حاجة، ما تاخدش قرار، ما تتجهش إلى شراء، ما تتجهش إلى سفر، ما تتجهش إلى حاجة جديدة. احذر خلال هذه الفترة جدا 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 يا برج الجدي، خصوصا مع انتقال الشمس من برج الثور إلى برج الجوزاء. بيتك السادس تسديس فلكي، بقيت تحت الأضواء، بقيت الناس بتتعامل معاك وهي حطاك تحت عينيها، مراقباك، ميكروسكوب كده مركز معاك، كلمة بتتحسب عليك، الحرف، الحركة، كل حاجة محسوبة. أتمنى لك يا برج الجدي فترة هائلة من الاستشفاءات ومن تحقيق الأمنيات ومن المكاسب المادية خلال هذه الفترة. كان معاكم زهرة فودة، خبيرة الفلك والطاقة والتربط. سلام.